السلام عليكم. الواقعة اللي هحكي لحضراتكم عنها النهارده حصلت في احدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة. اللي حصل بان في شاب اسمه عمار وحيد طه السيد. الشاب ده عنده 22 سنة، هو شغال في ورشة سروج سيارات. والدته اسمها احسان، عندها 55 سنة. الشاب ده هتك عرض والدته قبل ما يقتلها. طيب ايه بقى اللي حصل وتفاصيل الموضوع؟ اللي حصل بان الشاب ده بعد ما تعاطى الحشيش راح على والدته وكمم فمها وابتدى ان هو يعتدي عليها، وفعلا وقعها. ولكن بعد ما خد بعضه ومشى، جه تاني يوم من خوفه ان والدته تفضحه قام جاي رايح واخد سلاح ودخل على اوضه النوم، نزل ضرب فيها. وطبعا هي كانت بتصرخ والاهالي يعني حسوا ان في حاجه مش مظبوطه، ولكن الصوت كان بيهدى شويه عشان طبعا كان بيكتم نفسها، وبعد كده ترجع تصرخ تاني لحد ما نزل طعن فيها في جميع انحاء جسمها وخد بعضه وهرب. في الوقت ده كان لسه من حلاوه الروح في الحاجه احسان خدت بعضها ونزلت جري على الشارع، وطبعا هي متبهدله، ويعني ربنا يا رب يكفيكوا الشر. المهم ان لما الاهالي شافوها بالمنظر ده في الوقت ده ابنها الكبير كان لسه جاي، لما شافها وهي بالمنظر ده خدها ووداها على المستشفى، ولكن روحها فضت للي خالقها. حكمت المحكمة في القضية دي امبارح بالإعدام شنقا. القضية دي بالمناسبة مقيدة برقم 7748 جنح مركز بدر، المقيدة برقم 850 جنايات دمنهور لسنة 2022. فده كان بالنسبة لتفاصيل اللي حصل. ربنا يتغمدها بواسع رحمته يا رب، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان، وخالص تعزنا لكل أسرتها. ربنا يحفظنا يحفظكم من اي شر ويبعد عنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم لينك المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجه مهمه جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب كمان لحضراتكم لينك قناه اليوتيوب الجديده تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس علشان القناه القديمه جالها مخالفه واتوقفت، عايزين نعلق القناه تاني بيكم. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام عليكم.